اهلا بيكم في قناة لوجو موفيز. النهارده هنلخص فيلم الجوكر الجزء التاني، بس قبل ما نبدأ ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة. عجبك الفيديو، عجبك المحتوى، ويلا بينا نبدأ. الفيلم بيبدأ بعرض زي اللوني توز كده، بس بدلهم شخصيات الجوكر وشخصيته التانية، وبنشوف جوكر وهو في المشهد بتاع الجزء اللي فات لما قتل موري فرانكل، لكن بيكون من وحي خيال الجوكر. وبنشوف ان الناس بتحبه ومعجبين بيه، وبيكون الجوكر عنده انفصام. وبنشوف ارثر غلبان، وبنشوف برضو جوكر الشرير اللي بيضرب ارثر وارثر بيستسلم. بعد كده بنشوف ارثر في مصحة اركام، ونشوف انه مش زي الجوكر اللي انتهى في الجزء اللي فات، وبيكون مش بيضحك وهادي وزعلان. وبتحسه بيكون ارثر الغلبان في الجزء الاول، وبيكون عنده جلسة مع المحامية بتاعته وهي عايزة تطلعه من السجن، وتقوله انه يستحق معاملة احسن من كده. وده طبعا لان ارثر مريض نفسي، ولكن ارثر مش بيهتم بالكلام ده. وفي يوم بنشوف الظباط واخدين ارثر في مصحة موسيقية، وارثر بيقابل بنت اسمها لي وبتكون معجبة بارثر. بعد كده بيكون الظباط ملايين، وارثر بيستغل الفرصة وبيروح عشان يتعرف على لي، وارثر بيرتاح معاها في الكلام وبيضحك على النكتة قالتها له. بعد كده الظابط بياخد ارثر وبيرجعه للزنزانة. بعد كده جوكر وهارلي بيكونوا قاعدين وسط مساجين وبيتفرجوا على فيلم. بعد كده هارلي بتزهق وبتولع في الأوضة كلها، وبتاخد ارثر وبيطلعوا بره وبيرقصوا أثناء ما المكان بيولع، بس الظباط بياخدوه وبيدخلوه السجن تاني. بعد كده بيجي يوم المحكمة بتاع ارثر، والمحامية بتقوله انه يعمل نفسه عنده انفصام يوم ما قتل المذيع عشان ما ياخدش اعدام. وبيقول للمحققة انه مش فاكر اي حاجة في يوم موري فرانكل غير الموسيقى، وانه كان معاه مسدس عشان كان عايز يموت نفسه. لكن محامي الهجوم بيكون عنده حاجة اقوى، وبيكون جوكر ما عندوش فرصة انه يكسب القضية. بعد كده ارثر بيرجع السجن تاني، وبتجيله زيارة من هارلي وبتقوله انها حامل، وارثر بيفرح بالخبر ده. بعد كده بتيجي جلسة تانية المحكمة، وبتيجي البنت اللي ارثر كان بيحبها، وبتقول ان ارثر ما كانش مرتبط بيها زي ما كان مكتوب في مذكراته. بتقول انها كانت تعرف امه عشان كانت تعملها حلوة هي وبنتها، وكانت بتقول لها ان ارثر مجنون وكان عايز يقتل نفسه. فامه بنت له قصة خيالية في دماغه، وانها بتقول له ان هو جاي الدنيا دي علشان ينقل السعادة والسرور للناس. لكن ارثر اخد الموضوع بجد، وارثر كان عايز يكون كوميديان طبعا زي ما شفنا في الجزء الاول. والبنت بتقول ان علاقتهم المكتوبة كانت في مذكرات، وكانت من وحي خيال ارثر، وان هو مريض. فعشان كده ارثر بيقوم بيزعق وبيطرد المحامية بتاعته، وبيكون عايز يمثل نفسه في المحكمة. وارثر بيلبس لبس الجوكر، بيكون في المحكمة وبيستدعوا الشاهد اللي هو صاحب ارثر القزم، وصاحبه بيعترف عليه انه قتل صاحبه مراندل بطعنة في دماغه. وبصراحة من مشاهد الجوكر والقزم من اجمد المشاهد اللي في الفيلم. بعد كده القزم بيمشي، وارثر بيقوله ان هو ما عندوش كلام تاني يقوله، والقاضي بيأجل الحكم لتاني يوم. وبالليل جوكر بيكون مبسوط وقاعد يغني، لكن بيجيله حراس وبياخدوه على الزنزانة وبيعذبوه. وبعد الليلة دي جوكر نفسيته بتتأثر تماما، ولما بيروح المحكمة بيعترف عن نفسه ان هو اللي قتل امه، وانه ما عندوش انفصام في الشخصية، وانه ما فيش حاجة اسمها جوكر، وان ارثر فليك بس هو اللي موجود. وبيكون ندمان وعايز يبدأ حياة جديدة. وهارلي بتكون مش عاجبها الكلام ده، وبتمشي من المحكمة وبيحكم عليه القاضي بالإعدام. وده بيخلي جوكر يضحك بطريقة مجنونة. فجأة بتنفجر المحكمة. بعد كده أرثر بيفوق من الانفجار، وبيلاقي واحد لابس نفس لبسه وبياخده معاه علشان يهربه. لكن جوكر بينزل من العربية وبيهرب لحد ما بيوصل لهارلي، والجوكر بيقول لها إن المحكمة اتفجرت وإنهم ممكن يهربوا لأي مكان هم عايزينه. لكن هارلي بتقول له إن مفيش بينهم حاجة، وإن كانت بتحب الجوكر مش أرثر. وأرثر بيقول لها إنه بيحبها وإنه ميقدرش يعيش من غيرها، لكن هارلي بتمشي وبتسيبه. وبيجي البوليس وبيقبض عليه. وبعد كده بيكون قاعد في السجن وبيجيله زيارة، لكن هو ماشي واحد من اللي كانوا بيشجعوه بيوقفوه وبيقوله نكتة. بعد كده بيطلع سكينة وبيفضل يقتل في أرثر، لأن هو بيحب الجوكر وعايز ينتقم من أرثر. وأرثر بيموت وبينهي الفيلم على كده. وبس كده بينتهي الفيديو بتاعنا. وياريت تشترك في القناة لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى، وياريت تطف على فيليبس التعليقات. وسلام.